السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أحرز الوداد لقب الدوري المغربي للمرة 19 في تاريخه قبل جولتين على النهاية، بعد أن قلب تأخره أمام مستضيفه أولمبيك آسفي بهدف إلى فوز ب2-1 في لقاء مؤجل عن الجولة 28. كانت رحلة الوداد إلى آسفي بغرض وحيد: تأمين فوز ينهي به كل الحسابات ويمكنه من لقب الدوري، رغم أنه كان مطالبا قبل كل ذلك بتجاوز أولمبيك آسفي العنيد على ملعبه. الوداد أراد أن يحسم الأمور مبكرا بهدف يسهل عليه دقائق المباراة، لكن أنظام كان شاردا ذهنيا فضيع هدفا محققا. أولمبيك آسفي أراد بدوره مفاجأة الفريق البيضاوي، لكن الحارس زهير العروبي فطن للأمر وتصدى بنجاح لتسديدة إبراهيم البحراوي. بعد ذلك قاد النيجيري طوني هجوما من الجهة اليسرى، فأجبر المدافع رابح على ارتكاب خطأ مجاني كلفه ركلة جزاء. المهدي النملي ترجمها بنجاح ليضع فريقه في المقدمة. هدف أربك لاعبي الوداد وجعل عبد العظيم خضروف يضيع كرة في الوسط كادت أن تمنح الأولمبيك هدفا ثانيا لولا الحارس العروبي الذي أصلح ما أفسده زميله. الوداد انتظر ركنية وانتظر معها خطأ للحارس مختار مجيد في إبعاد الكرة، فكان العقاب سريعا من هداف الدوري ويليام جيبور الذي أعاد الوداد إلى طريق التعادل. خلال الشوط الثاني دخل الوداد مغايرا للشوط الأول، وتكلف بن شرقي بإهداء صلاح الدين السعيدي كرة احتاجت منه فقط أن يضعها في الشباك ليلوح في الأفق لقب جديد للوداد. السريع أناجم تلاعب بمدافع آسفي ليرسل كرة جميلة أراد بها هدفا ثالثا، لكن الحارس أوقفها بصعوبة. عموتة بدأ حينها مشاوراته لتأمين النتيجة، لكن بن شرقي أخفق في ذلك بعد أن ضيع هدفا محققا ليحقق الوداد فوزا مهما من قلب آسفي منحه لقب الدوري المغربي بعد موسم ناجح وطويل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.